النهاردة هتكون حكايتنا عن بيت بطرس كساب، ولكن قبل ما نعرف ايه حكاية البيت لازم الأول نعرف مين هو بطرس كساب. بطرس كساب كان هو المسؤول عن الخط الملاحي من مصر للهند، غير انه كان مسؤول عن مهمة تحصيل جمارك السويس في عصر محمد علي. والأمر ده هو اللي خلاه ياخد قرار ان هو يبني المنزل في موقعه الحالي واللي موجود حاليا في منطقة الخور في السويس. وطبعا السبب اللي خلاه يفكر ان يبني بيته في المكان ده هو اطلالته على ميناء الخور، المنطقة اللي كانت بتشكل اكبر نشاط اقتصادي لمصر في الوقت ده، نظرا لوجودها قبل قناة السويس بسنوات طويلة. فبالتالي كان اعتماد التجارة كله، سواء تجارة عالمية او اقليمية ما بين الدول العربية، كلها معتمدة على المنطقة دي. من بين أشهر الحكايات اللي اتحكت عن المنزل هي إقامة أحمد عرابي في المنزل. فيقال إن أحمد عرابي أقام في المنزل بعد عودته من المنفى. يقال إن بيت بطرس كساب اتبنى على أنقاض بيت تاني لتاجر مسيحي اسمه عنصرة، وإن البيت ده هو اللي أقام فيه نابليون بونابرت لما نزل لمصر، وبحثوا عن مكان يليق باستقباله، فبالتالي ملقوش غير بيت عنصرة. وبعد مرور سنوات طويلة أخيرا هيتم افتتاح قناة السويس في عصر محمد علي، وهيحضر الافتتاح ناس كتير جدا من بلاد الغرب، ومن ضمنهم الملكة أوجيني ملكة فرنسا، واللي طلبت في وقت نزولها لمصر إن هي تزور البيت اللي نزل فيه نابليون بونابرت، ولكن البيت للأسف كان اتهد. عمر المنزل دلوقتي يقارب 300 عام، يعني عمر المنزل أقدم من مدن وشعوب القناة نفسها. ورغم أهميته التاريخية الكبيرة إلا أنه مع الأسف غير مسجل كأثر تاريخي.